أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دعم مالي جديد يهم الأسر المغربية. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بجديد الأخبار. والآن إلى التفاصيل. صادق مجلس الحكومة على زيادة الدعم المالي للأسر المعوزة مع بداية العام الدراسي الجديد في خطوة مهمة لدعم الأسر المعوزة في المغرب. صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بزيادة المبالغ المالية التي تصرف للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يأتي هذا القرار في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويهدف هذا المشروع الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المعوزة مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم صرف مبالغ إضافية للمساعدة على تغطية تكاليف الكتب واللوازم المدرسية لأبنائها. تفاصيل هذا الدعم المالي الجديد: الفئات المستفيدة وهي الأسر التي تستفيد بالفعل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. أما المبلغ الممنوح هو 200 درهم لكل طفل متمدرس في السلك الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم لكل طفل متمدرس في السلك الثانوي التأهيلي. الشروط: أن يكون الطفل مسجلا في مؤسسة تعليمية عمومية، وأن يكون الحد الأقصى للأطفال المستفيدين هو 6 أطفال لكل أسرة. أما موعد الصرف سيتم صرف المبلغ مرة واحدة في شهر شتنبر من كل عام. الأهداف من هذا القرار: تخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المعوزة مع بداية العام الدراسي، وتشجيع الأطفال على مواصلة دراستهم، كما يتم مساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.